جديد ميركاتو شبيبة القبائل اليوم. اسم مدافع جزائري من العيار الثقيل يقترب من العودة إلى البطولة الوطنية، وهذه المرة قد تكون الوجهة شبيبة القبائل. الحديث عن آدم عليلات، أحد المدافعين المحليين خلال السنوات الأخيرة، واللاعب سبق له أن لعب دورا مهما جدا إلى جانب بالعيد في دفاع اتحادية العاصمة. الحديث الآن عن رحيله من الاتحاد الليبي ووجود أندية جزائرية تترقب وضعه. فهل يكون آدم عليلات هو التعويض الحقيقي لرحيل بالعيد في دفاع شبيبة القبائل؟ تابعوا معنا الفيديو للنهاية لمعرفة كل التفاصيل. آدم عليلات يعتبر من المدافعين الذين أثبتوا نفسهم في البطولة الوطنية، خصوصا خلال تجربته مع اتحادية العاصمة. اللاعب يمتلك القوة البدنية والشخصية والخبرة والقدرة على التعامل مع المباريات الكبيرة. كل هذه العوامل تجعله خيارا مناسبا لدفاع شبيبة القبائل. وكما قلنا سابقا، المدافع آدم عليلات لا يحتاج إلى اكتشاف البطولة، فهو يعرف أجواء المنافسة والضغط الجماهيري، وبالتالي يمكن الدخول مباشرة في أجواء الفريق. كما يعلم الجميع، رحيل زين الدين بالعيد ترك فراغا واضحا في دفاع شبيبة القبائل، ولذلك فإن التعاقد مع مدافع بمواصفات آدم عليلات يمكن أن يكون تعويضا قويا جدا. أما من الناحية الفنية والشخصية، يمكن وضع آدم عليلات في خانة المدافعين الذين يشبهون نموذج جمال بن العمري، مدافع قوي وشخصية حاضرة، لا يخشى الالتحامات ويستطيع تحمل ضغط المباريات الكبيرة. الفريق لا يحتاج إلى أسماء جديدة في ميركاتو شبيبة القبائل، وإنما يحتاج إلى لاعبين من المستوى الأول قادرين على رفع جودة الفريق داخل الملعب. من جانب آخر، فإن دفاع شبيبة القبائل في 2026 مقبل على تغييرات، خصوصا مع تقدم مداني في السن، وهناك مؤشرات تشير إلى اقتراب رحيله. فإن التعاقد مع مدافع جاهز وقادر على تحمل مسؤولية يصبح أولوية. آدم عليلات مرتبط حاليا بالاتحاد الليبي، غير أن الإعلام الليبي يتحدث عن إمكانية رحيله عن الفريق بعد 6 أشهر فقط من انضمامه. الصفقة بالنسبة لشبيبة القبائل تبدو منطقية جدا من الناحية الرياضية، فهل تتحرك إدارة يزيد منصوري بسرعة قبل دخول أندية أخرى على الخط؟ برأيكم أنصار شبيبة القبائل، هل ترون آدم عليلات مناسبا لخلافة بالعيد؟ وهل يستطيع أن يعيد بناء دفاع قوي لشبيبة القبائل؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد شبيبة القبائل.